اختتمت بطولة الشيخ صباح محسن عرمش المالكي المقامة في منطقة النخلات، والتي تضم 60 فريقا من مختلف مناطق القضاء، حيث كانت المباراة النهائية عبارة عن كرنفال وعرس كروي جمعت بين فريق الوحدة الصخريجة والملاحم حي الجمعة، حيث كانت أجواء المباراة تحمل من المتعة والإثارة الكثير وسط حضور جماهير واسعة وحضور شخصيات ومشايخ وجماهير مؤازرة لكلا الفريقين. حيث بدأ هذا الكرنفال بقراءة سورة الفاتحة إلى أرواح شهداء العراق وإلى روح الشيخ الراحل صباح محسن عرمش المالكي، وإقامة فعاليات لمجموعة من الشباب الواعد، وأقيمت مباراة ودية لرواد الكرة جمعت بين فريق رواد الثغور ورواد القرنة. شعارنا نمضي ولن عن دربنا نحيد، بعزمنا نبني وطن سلامه نشيد. يعزف بيننا الآن النشيد الوطني.
السماء تملأ السماء موطني. أطلق الحكم صافرته ليعلن عن بداية الشوط الأول من المباراة، حيث كانت أجواء المباراة محكمة جدا لكلا الفريقين، والحذر واضح على وجوه اللاعبين من تلقيهم أهداف، حيث نجح فريق الملاحم بتسجيل الهدف الأول عن طريق لاعبه علي تركي، لكن فريق الوحدة لم يستسلم، أصر على معادلة النتيجة، حيث نجح اللاعب مروان وحيد لاعب فريق الوحدة بتسجيل هدف التعادل. واستمرت الهجمات والتهديدات لمرمى الخصم لأكثر من مرة، لكن دون تسجيل الأهداف. لكن إصرار الفريقين على إنهاء الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل الفريقين. أما مجريات الشوط الثاني فقد استمرت الهجمات من كلا الفريقين، لكن دون توقيع للأهداف، حتى انتهى الوقت الأصلي للمباراة وتحاكم الفريقين لضربات الترجيح، حيث نجح فريق الوحدة بصد ركلة الجزاء وتنفيذ ركلته بنجاح ليعلن عن فوزه في المباراة. الشيخ صباح المالكي في منطقة حي الجمعة، البطولة التي الحاج غني هادي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألف مبروك رئيس لجنة حي الجمعة، وأرحب بالحاج عباس، وأرحب بالأستاذ العزيز الأستاذ أمجد جودة، وأيضا أرحب بالأستاذ أفضل الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كرنفال مشرف بحضور جماهيري وبحضوركم ككادر قناة الثغر وبحضور كثير من الإعلاميين والرياضيين والوجهاء والمشايخ. نرحب بكم ونرحب بكل الجمهور. هذا المتنفس الوحيد إن كرياضيين، ونتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله. هذه المنطقة العزيزة. أشكرك مشكور الحضور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بما انك انت تمثل فريق الوحده فريق الصخري، كيف كلمه توجهها بهاي المناسبه وصعودهم للنهائي؟ والله اتمنى لهم ان شاء الله الفوز، ولا هو ان شاء الله الفوز لكل العراق والعراقيين، وهاي البطوله هي عزيزه على قلوبنا، هي بطوله الشيخ صباح محسن المالكي، فكل الامنيات ان شاء الله لفريقي فريق الوحده ان يفوز بهذه البطوله. الله يوفقك، كل التوفيق. حياك الله، اهلا وسهلا بكم، مرحبا. السلام عليكم كابتن. عليكم السلام ورحمة الله. ألف مبروك صعودكم المباراة. الله يبارك فيكم. اهلا وسهلا بكم ايها الجمهور الرياضي الكريم في هذه المباراة. والله مستعدين، اصابات ماكو، وان شاء الله راح نرضى راسك الثغر بهالمباراة. صباح المالكي رحمه الله. طيلة البطولة هذه المباراة التي أقيمت طيلة شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا. والله اكيد الفريق صعد النهائي، اكيد راح يؤدي اداء صحيح. كل التوفيق ونحن ما الله يهمنا حتى يوفقك. العراقيين أبطال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ألف مبروك صعودكم لمباراة النهائي. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا لك ولقناتك الموقرة. شنو اليوم استعداداتكم؟ والله مثل ما تباوعت، مباراة رائعة، يعني نهائي جميل جدا، أول مرة أنه أتابع حضور جماهير الصراحة، يعني مشكورين اللجنة المنظمة، مشكورين الصحافة، الإعلام، مشكور لك طبعا قناة الثغر الموقرة. كابتن،
اليوم نلاحظ تغيير في الشوط الثاني ان شاء الله؟ والله ان شاء الله، يعني مباراة نهائي مثل ما تعرف، ما تقدر تحزر بها من يا فريق يحصل على اللقب، يعني ان شاء الله تكون مباراة لقب باسم الفريقين. كل التوفيق لك كابتن. جميع قبل شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلون شاهدت الشوط الاول؟ والله بالنسبة خلينا نستغل هاي الفرصة، يعني قبل هذا السؤال خلينا نستغل هاي الفرصة. طبعا اليوم شرفنا بتحرير مدينة الموصل قبل كل شيء، واليوم ضيفنا هو محمد قاسم. طبعا هذا شخص ضحى بروحه من اجل العراق والحمد لله والشكر. اليوم هو متواجد داخل الملعب، الاجواء كل جميلة، الجمهور جميل من الفريقين. بالنسبة للمباراة، المباراة صارت بها ندية خلال آخر 10 دقائق من المباراة، حصلت فرص كل الفريقين والحمد لله والشكر. يعني صار تعادل للفريقين، واعتقد الشوط الثاني راح يكون شوط ممتع ان شاء الله للجمهور، ويا مباراة نهائي ان شاء الله يشرفونا بهذا. الله حياك الله، حياك الله كابتن. وفي الختام وزعت الجوائز، حيث قدم منظمي البطولة هدية إلى آلة الشيخ الراحل صباح محسن عرمش المالكي، وهدايا للقنوات الإعلامية. وحصل على أفضل لاعب في البطولة اللاعب علي الملقب أبو الليل، وهداف البطولة من نصيب نوح صبيح. وحصل على جائزة الفريق المثالي فريق نجوم الثغر، وأفضل حارس في البطولة كانت من نصيب مصطفى عادل من فريق الوحدة. DJ Army Production.